ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ واهلا بيكم معانا في مسلسل جديد وملخص جديد مليان اثاره وتشويق. يلا بينا نبدا. المسلسل بيبدا مع شخص فقير ماسك واحد غني وعمال ينفض فيه هو ورجالته قدام الناس اكنهم قاعدين على القهوه كده. فالناس بتسال هو مين ده يا جدعان؟ فالناس اللي قاعدين على القهوه قالوا بس اللي بيعمله ده ظلم وحرام، ازاي يقبل على نفسه يعمل في الناس الفقيره كده؟ وبعدها الراجل الغني ده بيبص للشاب الغلبان اللي كان بيضربه ده وبيقول ده جزات اي حد ممكن يجي عليا. نكتشف ان هو كان بيضربه عشان كان موسخ له الجزمه بتاعته مش اكتر. قمه الافتراء يعني. بعد كده بقى بيبص للناس بتعالي وهو بيقول انا لقيت كنز كبير جدا وهعمل عليه زي سحب كده وهوزع منه جوائز على الناس العاديه، والكلام ده كله هيكون بعد 3 ايام. فاللي مهتم منكم ان هو ياخد الجايزه يقدر يجي لي القصر بتاعي بعد 3 ايام وهنعمل عليه سحب. بس واحد من الحراس بتوعه بيقول على فكره اللي هيحضر مش ببلاش، لازم اي حد عشان يقدر يحضر الحفله دي يدفع قطعه فضيه واحده. والناس على القهوه بيكونوا مبسوطين جدا ان قطعه فضيه واحده دي حاجه بسيطه جدا قصاد الكنز. وبعدها الراجل ده بياخد رجالته ويمشي. وبعدها بنشوف الشاب اللي هو كان لسه مروق عليه ده من شويه نايم في الشارع وفي تلج بينزل عليه وبيقول انا حاسس ان انا كده هموت، انا كده ماليش اي لازمه في الحياه خالص، بس قبل ما اموت لازم انتقم من كل اللي ظلمني. وفعلا بينام وهو نايم بينزل عليه زي شعاع غريب كده من السما بينتشر في جسمه كله. واول ما بينزل عليه الشعاع ده بيقوم من نومه بسرعه بيبص على ايده وعلى جسمه بيلاقي كل الاصابات والجروح اختفت تماما ومش بيكون مصدق نفسه. واول ما بيقف بيحاول يسند على الحيطه يلاقي ان ايده بتعدي من جوه الحيطه ومش بيكون مصدق نفسه. فبيبص لايده وبيتاكد يا جدعان انا صاحي ولا نايم، وبيعدي ايده مره كمان من الحيطه يلاقيها فعلا بتعدي. فبيتفاجئ اكتر وبيقول دلوقتي انا اقدر اعدي من اي حيطه عادي، ودي مهاره خاصه ربنا بعتها لي. وبنشوفه بعد كده في بيته وهو بيجرب المهاره بتاعته دي وبيحاول يعدي من الحيطه بتاعه بيته وفعلا بيعدي من الحيطه وبيرجع تاني برضه. وبعد كده بيقف يسرح بخياله شويه بيقول طب طالما انا اقدر اعدي الحيطان ليه ما اجربش الارض؟ وفعلا بيجرب ان هو يغطس في الارض وفعلا بيغطس وبيطلع تاني ومش بيكون مصدق اللي هو فيه. وبيقول يعني انا دلوقتي اقدر اعدي من الحيطه واقدر اغوص في الارض براحتي وكده ابقى انا يمكن اللص الاسطوري اللي كانت بتحكي عليه الاسطوره القديمه اللي كنت بقراها وانا صغير. وبيكون مبسوط جدا بنفسه وبيقعد يضحك. وبعدها بيفتكر الراجل اللي ضربه في اول المسلسل وبيقول هي دي فرصتي الوحيده عشان اقدر انتقم منه. فبيفكر كده مع حاله شويه وبيقول هو بيقول ان هو لقى كنز وهيعلن عنه في الحفله بعد 3 ايام وانا بقى هندمه على الكنز ده. وبيقعد يجرب شويه ويتدرب على مهارته الخاصه عشان يقدر يكون خبير فيها. وبعد يومين بالظبط بيقول دلوقتي انا بقيت جاهز ومش هستنى اليوم التالت عشان اقدر اروح له واخد منه الكنز، لا انا هروح له دلوقتي. وبيستنى الليل اول ما يجي وبيروح عند بيت فعلا الراجل الغني ده وبيشوف ان السور بتاع الفيلا بتاعته عالي جدا ولكن مش هيعمل اي حاجه قصاد مهارتي. فبيرفع القناع بتاعه وبيقول يلا بينا نبدا. وفعلا بيعدي من الحيطه بكل سلاسه وسهوله. وبنشوف بعد كده 2 حراس ماشيين في القصر بتاع الراجل الغني ده وبيحاولوا ان هم يامنوا القصر على قد ما يقدروا. فواحد منهم بيقول للتاني احنا قعدنا الليل كله صاحيين وحرفيا ما لمحناش اي نفر، فمش هتيجي على الساعتين دول يلا بينا نريح شويه. فالحارس التاني بيقول له ان الرائد كويس وده بالمناسبه هو الشخص الغني اللي احنا بنتكلم عليه لقى كنز كبير جدا ولازم نامن القصر ده على قد ما نقدر لحد ال3 ايام دول ما يخلصوا، فبالتالي لو نمنا وحصل اي مشكله العقاب هيكون قاسي جدا. وبعدها بنشوف يورا وهو ده بطل حكايتنا النهارده وهو واقف وراهم وعمال يسمع كلامهم. فواحد من الحراس اللي كان عايز ينام ده بيقول للتاني ما تقلقش كده كده السور بتاع القصر ده كبير جدا ومش ممكن يعدي ولو حتى فار صغير. وبيمشوا ويورا بيستخبى بسرعه عشان ما يشوفوهوش. فيورا بيقول المكان ده مليان حراس فده معناه ان الخزنه اللي فيها الكنز قريبه من المكان ده. وبيبدا يدور على الكنز لحد ما بيوصل لاوضه واقف عليها 2 حراس حرفيا ما بيتحركوش. واول ما بيشوفهم بيقول اكيد هي الاوضه دي اللي فيها الكنز. وبيبدا يغوص في الارض لحد ما بيطلع جوه الاوضه وبيبص على الكنز وبيكون مندهش تماما مليان ذهب وياقوت والماظ وهو مش بيكون مصدق نفسه حرفيا. وبعد كده بيقول معقوله كل الذهب وكل الفلوس دي لشخص واحد بس ازاي يعني؟ وبيبص للكنز بيكون هيموت وياخده بس اول ما بيحرك اول خطوه في اسهم كتيره جدا بتنطلق من الحيطه ناحيته على طول، ولكن هو قدرته على الحركه اتضاعفت جدا وبقى اسرع من الاول بكتير فبيقدر يتجنب الاسهم دي عادي. وبيقول واضح ان القوه الخارقه بتاعتي مش بس ان انا اقدر اعدي من الحيطه واقدر اغوص في الارض، لا ده الموضوع لسه كبير. وبيحاول يدور على اي طريقه يقدر ياخد بيها الكنز من غير ما يقع في اي فخ. وفعلا بيدور على الحيطان بيلاقي في وحده تحكم موجوده هي اللي متحكمه في الاوضه دي كلها. واول ما بيقرب لها وبيحاول يكسرها الوحده دي بتتكسر لوحدها. فبيقول ده مش بس ان انا اقدر اعدي من الحيطه ولا اقدر اغوص في الارض ولا حتى بتحرك بسرعه، ده كمان القوه الجسديه بتاعتي اتضاعفت. فكده الموضوع بقى احسن من الاول بكتير وبينبهر بنفسه جدا وبيقعد
وبيقعد يحسب بقى هو يعرف يعمل إيه بالقوة الخارقة بتاعته دي، لحد ما بيفرح وبيمشي يبُص على الكنز بتاعه أو اللي بقى بتاعه يعني، فبيمشي في الأوضة وبيبُص على الكنز لحد ما بيلاقي علبة كده قديمة مربوطة بخيوط حرير بسيطة جدًا، فبيقول أكيد دلوقتي أنا لو سحبت العلبة دي أو خدتها هيطلع من تحتها حاجة غريبة جدًا أنا ما اتوقعهاش، فإزاي بقى أقدر آخد العلبة دي من غير ما أي حاجة تحصل؟ وبعدها بيقول الخدعة البسيطة دي مش ممكن إن هي توقفني أبدًا، وبيبدأ يبُص لإيده وبيبدأ يسحب الخيوط الحرير دي بسرعة جدًا، وبيبُص للخيوط دي وبيقول الخيوط دي مسمومة، فلو أي حاجة منها لمستني أنا هاموت في مكاني فورًا، وبعد ما بيخلّص بيقدر ياخد العلبة من مكانها، وبيفتحها بيلاقي فيها حتة ألماظة كبيرة جدًا، فبيبُص للأوضة كده والكنز اللي حواليه وبيقول الحاجات دي وزنها تقيل جدًا، وأكيد لو شِلتها واتحركت بيها سرعتي هتبقى بطيئة جدًا، فمش هينفع، فبياخد العلبة اللي فيها حتة الألماظة وبيخلع في السليم، وتاني يوم الصبح بقى بنشوف الرائد قيس وهو جنبه الحتة بتاعته عمّالة تأكّله في بُقّه حاجة في منتهى الدلع، وهو يا عيني بيبقى مش عارف إيه اللي مستنيه تحت. وده بيكون اليوم التالت وده اليوم اللي هو هيوزّع فيه جوايز من الكنز، وبيقول النهارده لمّا الحفلة بتاعتي تبدأ أنا هاخطف كل الأضواء، وبيبُص للبنت الجميلة اللي جنبه دي وبيقول لها أنا عملت لِك عقد كامل من الدهب عشان تبقي جميلة ومتألقة قدّام الكل، وبيبدأ يبوسها، ولكن في لحظة يورا بيطلع من تحت الأرض في الأوضة اللي هو فيها، والبنت بتشوفه بتتفزع، وهو نفس القصة، وأول ما بيقرّب منه بيقول له إزيك؟ قال له أنت مين وإزاي دخلت هنا؟ وبينده بسرعة على الحراس عشان ييجوا يطلعوه برّه، فقال له ما تقلقش أنا كده مش جاي أأذيك، أنا بس جاي أعرّفك إن بعد كل الشرور وبعد كل الأعمال السودا اللي أنت عملتها، النهارده بالليل في ميعاد الحفلة بتاعتك أنت مش هتقدر تغمض عينك بعد كده أبدًا، فبيقول له إزاي يعني؟ قال له أنت هتعرف بالليل ما تقلقش، اتقل على رزقك، وبيقرّب منه وبيدّي له بالقلم، فقيس بيقول له أنت إزاي اتجرأت وعملت حاجة زي كده؟ قال له أنت لو ما سكتش هاناولك التاني، فقيس بيتحرك بسرعة عليه وعايز يقوم يضربه ولكن بيعدّي منه حرفيًا أكنه هوا واقف قدّامه، وبيخاف بسرعة وبيقول أنت وحش، وبيحاول يشيل ترابيزة عشان يضربه بيه ولكن بيختفي يورا بسرعة وبيظهر وراه وبيضربه، وبيقول له كل ده عقاب بسيط جدًا على كمية الظلم اللي أنت عملتها للناس، فقيس مش بيلاقي في الأمر حيلة وبيحاول ينده على الحراس بسرعة ولكن ما حدش بييجي له خالص، فيورا بيقول له يا عم ابلع ريقك ده لسه التقيل ما جاش، وبيروح حرفيًا بينفّضه، بيضربه بالقلم تاني وبيضربه في حتة مش عايزين نقول إيه هي، وحرفيًا نزل فيه ضرب، أقلام وشلاليت وبنيات روّق عليه خالص، وربطه في السرير ويا عيني كان عمل وشه طبق كبدة بالسلطة، وحط منديل في بُقّه وقال له دلوقتي أنا مش عايز أسمع صوتك تاني خالص، أمّا أنا فأنا هامشي، وهتعرف كل حاجة بقى في ميعاد الحفلة بتاعتك، هتعرف أنا مين وأخدت إيه، فقيس بيغمى عليه، وأول ما يورا بيوصل بيته بيفتح العلبة وبيطلّع الماسة، وبيقول هي شكلها كنز حقيقي فعلًا، وده كمان في حاجة بتتحرك جواها، ده إيه هي دي يا جدعان؟ وبيفكر إن هو لازم يبيعها بسرعة قبل ما ينكشف أمره، وفعلًا بيروح تاني يوم على سوق كده زي سوق التحف والأنتيكات، بس اسمه بيت الكنوز، إيه هو ده؟ والله ما أعرف، وبنشوف واحد من التجار هناك بيبص له وبيقول له: "يا جدعان هي ناقصة شحاتين هنا، إيه اللي جابك يا ابني؟ امشي اطلع برّه." فيورا بيقول له: "يا عم ابلع ريقك كده، أنا مش جاي أشحت منك حاجة، ده أنا جاي أبيع لك." فالتاجر بيبص له كده من فوق لتحت بصة ما لهاش أي لازمة وبيقول له: "أنت هتبيع لي أنا؟" قال له: "آه، وهابيع لك حاجة كمان من التحف النادرة." فالتاجر بيبص له: "يعني أنت هتبيع لي وكمان تحفة نادرة؟ إزاي يا جدعان ده واحد زيك أنت شحات أصلًا." قال له: "ما تحرجش نفسك أكتر من كده، امشي من وشي يا عم خلّينا نصطبح على الصبح." فيورا بيطلّع له المَسَل اللي معاه فقال له: "بُص يا اسطى كده ومتّع عينك." فالتاجر بيبُص للمَسَل اللي معاه ومش بيكون مصدّق نفسه، فالتاجر بيقول له: "تصدّق صح، هي فعلًا كنز كبير، بس الجوهرة دي أصلًا كانت عندي قبل كده وضاعت منّي من كام يوم وشكلك أنت كده اللي سرقتها." وبيقول له: "يا اسطى أنت ما عندكش دم، يعني البتاعة دي كانت عندي أنا من كام يوم وأنت سرقتها منّي ودلوقتي جاي تبيعها لي، إزاي أصلًا تقدر تسرق من سوق زي ده؟" فيورا بيقول له: "يا عم اصبر، أنا ما سرقتش منّك حاجة، أنا لقيتها بالصدفة ودلوقتي جاي أبيعها، لازم آخُدها مش لازمها خلّيني أمشي." فالتاجر بيقول له: "خلاص يا معلم أنا طالما قُلت إن هي بتاعتنا يبقى هي بتاعتنا." وبينده الحراس بتوعه بيقول لهم: "اقبضوا عليه بسرعة وهاتوا منّه الجوهرة بتاعتنا اللي هو كان سارقها." بس يورا بيبُص لهم نظرة كده كلّها ثقة بيقول لهم: "يا جدعان أنتم متأكدين أنتم هتقدروا تقبضوا عليّا؟ أنت متأكد يا ابني أنت هو؟" ولكن الحراس ما بيكدبوش خبر، وبيروحوا بسرعة عشان يضربوه، بس بيظهر واحد غريب كده باين عليه راجل كُبّارة بيقول لهم: "استنوا." وكلّهم بيسكتوا خالص، وما حدش فيهم بيقدر يفتح بُقّه أول ما شافوا الراجل ده. فيورا بيبُص وراه يلاقي إن التاجر بيسلِّم على الراجل ده بمنتهى الاحترام وبيقول له: "إزيك يا أستاذ فارس، إيه أخبار حضرتك؟" وبيقول له: "أنت شرفتنا بحضورك ليه النهارده؟" قال له: "يعني أنت في عز النهار وقدّام الناس بتحاول تاخد حاجة من شخص بالقوة، يا بجاحتك يا أخي."
فالتاجر بيقول له: يا أستاذ فارس، الحرامي ده هو اللي سرق الجوهرة بتاعتنا ودلوقتي جاي يبيعها لي وأنا كنت باحاول آخد حاجتي منه مش أكتر. ففارس بيقول له: كفاية كلام فاضي، وبيبص ليورا كده وبيقول له: وريني كده إيه اللي معاك دي. وبياخد منه الماسة وبيبص عليها بالعدسة المكبرة وبيندهش جدا، وبعدها بيبص للتاجر وبيقول له: أنت مش مكسوف من نفسك؟ الماسة دي اسمها دموع حورية البحر، ودي مش موجود منها غير قطعة واحدة بس في العالم، ولو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي أختها، ودلوقتي أنت جاي تقول إنها كانت عندك وهو سرقها منك؟ إيه البجاحة دي يا أخي؟ فالتاجر بيقف قصاده وبيكون حرفيًا بيترعش. ففارس بيبص للتاجر كده وبيقول له: بيت الكنوز اللي إحنا فيه ده عمره ما دخلته قطعة بنفس القيمة دي قبل كده، فأنت إزاي بتقول إن هو سرقها منك؟ وهنا التاجر بيتصدم جدًا وبيقع على الأرض، وهنا فارس بيدّي ليورا الماسة بتاعته وبيقول له: أنا آسف، أنا ما عرفتش أربيهم. وعلى فكرة ده بجد، هو قال له فعلًا أنا ما عرفتش أربيهم، وبيعتذر له بشكل رسمي. فيورا بيقول له: أستاذ فارس، آسفك على عيني وعلى راسي، ولكن هم اللي أساءوا سوء معاملتي في الأول، أنا ما عملتش حاجة، أنا لقيت كنز وكنت جاي أبيعه. وبنشوف بعد كده فارس بيعتذر له بشكل رسمي، بس يورا بيقول له: أنا متشكر جدًا لاعتذارك وأنا مقدّر ده جدًا، بس هم أسلوبهم معايا كان وِحِش. وهنا فارس بيقول له: اتطمن، أنا هاراضيك وهاعمل لك تعويض كويس جدًا على كل اللي حصل معاك. وبيقول للحراس: أنتم لازم تضربوا التاجر ده حالًا. وهنا التاجر بيخاف جدًا وبيكون مرعوب وبيمسك رجل فارس وبيتحايل عليه إن هو يسامحه، ولكن فارس ما بيرضاش. أنا مش محتاج رأي أي حد فيكم، اللي عنده كلمة يخليها لنفسه. وبعدها يورا بيقول له: ده عرض سخي جدًا منك، وفعلًا دي فرصة مش هتتعوض تاني. وهنا فارس بيشاور للحراس بتوعه بيقول لهم: هاتوا الفلوس. فالحارس بيطلع يجري بسرعة وبيجيب ليورا ورق ب100,000 قطعة من الفضة. فهنا يورا بيشكره جدًا وبيقول له: أنا كده بقيت غني رسمي. قال له: بصراحة أنت الكنز اللي معاك ده ما يتقدرش بتمن، ورغم إن أنا دافع لك 100,000 بس برضه كل ده ما يساويش تمنها. وكون اللي أنت يكون معاك كنز بالشكل ده فأنت فعلًا شخص محظوظ جدًا. أنا هاحتفظ بالماسة دي معايا ومش هيحصل لها أي ضرر. وهنا يورا بيشكره وبيقول له: أستأذنك أمشي؟ قال له: اتفضل. ويورا بيبص للفلوس وبيكون فرحان جدًا وبيقول لنفسه: دلوقتي أنا مش هاعيش حياة التسول دي تاني. وبعد كده يورا بيروح لواحد ترزي مشهور جدًا عندهم في البلد، فالراجل بيقول له: أنت محتاج إيه؟ قال له: أنا عايز أفضل نوع قماش من كل حاجة، من أول راسي لحد رجليّا. فالراجل بيبص له وبيستغرب جدًا، قال له: مش بس كده، ده أنا كمان عايز 10 أطقم. فالتاجر بيقول له: على فكرة إحنا هنا الهدوم عندنا غالية جدًا. فيورا بيطلّع من جيبه ورقة فضة من اللي خدهم من فارس، وبيقول له: هل السعر ده كده كافي؟ فالتاجر بينبهر جدًا وبيقول له: ده كافي وزيادة كمان يا باشا، اتفضل. وبيشاور للناس اللي شغالين عنده بيقول لهم: طلّعوا أحسن حاجة من كل حاجة عندكم. وبعد كده يا سيدي بنشوف يورا لابس ومتشيك كأنه واحد من أغنى أغنياء البلد، وبيكون فرحان بنفسه جدًا، وبيبص للتاجر وبيقول له: أنا عايز 10 أطقم بنفس الفخامة دي. فالتاجر بيقول له: ما تقلقش، كل حاجة عندنا هتعجبك جدًا. وبعدها بنشوف يورا واقف مع سمسار في قصر كبير جدًا مليان مناظر طبيعية وشكله تحفة، والسمسار بيقول له: القصر ده كامل من كل حاجة، مناظر طبيعية تلاقي، راحة ورفاهية تلاقي، كل حاجة. فيورا بيقول له: تمام، أنا هاشتري القصر ده دلوقتي وهاجي أعيش فيه من أول النهارده. والسمسار بيكون فرحان جدًا، وبرضه بيطلّع له ورقة من ورق الفضة اللي هو خده من فارس، والسمسار بيدّي له ورقة ملكية القصر. وهنا يورا بيقول: من دلوقتي خلاص ما فيش نوم على الرصيف تاني، أنا دلوقتي بقيت رسميًا واحد من أغنياء البلد. الله يسهّل له يا عم. وبعدها يا سيدي بنشوف قيس واقف مع الحراس بتوعه حرفيًا عمّال يهزّق فيهم، وبيقول لهم: أنتم خلّيتوا الناس كلّها تضحك عليَّ في الحفلة، إزاي ما تقدروش تحموا كنز واحد بس أنا قايل لكم عليه؟ وهنا بييجي واحد من الخدم بتوعه بسرعة وبيقول له: أنا عرفت مكان الماسة دي فين. قال له: انطق بسرعة فين؟ في شخص مجهول راح باعها للورد فارس النهارده في بيت الكنوز. وهنا قيس انصدم جدًا، قال له: اللورد فارس بجد؟ قال له: آه، الإمبراطور الكبير بتاع البلد، هو ده اللي اشتراها النهارده. وقيس بيكون هيقع من طوله حرفيًا ومش بيكون مصدق نفسه، وقال له: طب مين الحرامي اللي سرقها؟ لازم تلاقيه وتقبض عليه بسرعة وتجيبه لي لحد عندي. فالخادم بتاعه بيقول له: أنا ما أقدرش، إحنا ما عندناش أي دليل على السرقة، وحتى لو لقينا الدليل فأنت كونك اللي أنت تقف قدام اللورد فارس ده هيعمل كارثة كبيرة لعيلتك. وهنا قيس بيقع من طوله ومش بيكون عارف هو هيعمل إيه، وبيقول: مع الأسف ضاع كل حاجة. وهنا بنشوف يورا وهو داخل مطعم كبير، وصاحب المطعم بيقول له: أنت عايز تاكل إيه النهارده؟ قال له: أنا عايز أحسن أكل عندك، وكمان هات لي أفضل نوع مشروب عندك. قال له: بس كده؟ أمرك يا سيدي.
وبيروح ليورا وبيقدم له الأكل وبيقول له دي أفضل أنواع عندنا، بس هو قاعد ياكل بيسمع الناس اللي قاعدين جنبه بيقولوا شُفت اللي حصل النهارده مع ريان تاجر الرز؟ فاللي قاعد جنبه بيقول له آه يا سيدي شُفت، ده عشان ياخد ورث عيلته لفّق لهم تهمة وحبسهم كلّهم الفاجر، ومش بس كده فضل يعذّب فيهم في السجن لحد ما ماتوا كلّهم وخد ورث عيلته كلّها لوحده. فواحد من اللي قاعدين بيقول لهم طَب يا جدعان هو ما فيش حد عارف يوقّف الراجل ده عند حدُّه؟ قالوا له: "لأ بصراحة كده، الراجل ده معاه فلوس ونفوذه كبيرة أوي، ده غير كمان إن الحكومة نفسها بتدعمه، فما حدش يعرف يعمل له أي حاجة، فبالتالي الناس الغلابة اللي زينا كده بيحطّوا لسانهم في بُقّهم ويسكتوا خالص." وهنا يورا بيسمع الكلام كده وبيبتسم وبتيجي له فكرة، ريان تاجر الرز، شكلنا كده عندنا طلعة تاني. وبعدها بنشوف ريان تاجر الرز المشهور وهو في بيته عامل عزومة كبيرة، وبيقول للناس على فكرة أنا عزمتكم النهارده عشان أنا لقيت كنز نادر جدًا وحابب أوريه لكم كلكم، وبيفتح قدامهم علبة المجوهرات وبيطلع لهم برج وبيقول لهم ده اسمه برج اللؤلؤة، كنز قديم أوي من العصور الوسطى، ومعروف عنه أسطورة من زمان إن هو بيطرد الشرور من البيت، وبيجيب لصاحبه الثروة والمال، وبيحقق له السعادة وكل اللي نفسه فيه، وترابيزات بلياردو وبينج. وقال لهم بصراحة كده ده كنز بيتورث لعيلة جيراني، بس قبل كام يوم كده هم أهدوه ليا، وده طبعًا كدب ما حصلش إن هو حبسهم زي ما عرفنا. وبعدها يا سيدي بنشوف واحد من اللي قاعدين معاه بيقول له: "يا بختك يا سيدي أنت محظوظ." وواحد تاني قال له: "على فكرة العيلة بتاعة جيرانك دي ما تستاهلش الكنز ده، أنت الوحيد اللي يستاهله يا معلم." طبعًا كلّهم بينافقوه، بس أديها بتعدي. وبيقول لهم: "اتفضلوا يالّا نبدأ العشا." بس قبل ما يمدّوا إيديهم في الأكل بتيجي له سكينة كانت هتجيب نُص وشه، وبيكون فيها رسالة. فبيفتح الرسالة وبيشوف مكتوب فيها: "أنا عارف إن أنت اللي خدت البرج من عيلة جيرانك بالنصب والحيلة، وعشان كده باقول لك ما تفرحش أوي، لإن بعد 3 أيام هييجي لك واحد سارق وهياخده منّك." وهنا ريان بيتعصب جدًا وعمّال يقول: "هو مين اللي بعت الرسالة دي؟ والرسالة دي ظهرت منين؟" وما حدش بيكون عارف أي حاجة، وإزاي يعني يكون ده واحد حرامي بيبلّغني قبلها ب3 أيام إن هو هييجي يسرقها، هو في حرامي بيبلّغ بميعاده؟ وبعد كده بينده على الحراس بتوعه إن هم ييجوا له كلّهم فورًا، وبيقول لهم: "أنا عايزكم تحاوطوا البيت بالمخازن كلّها بالشبك الحديدي، وتراقبوا لي كل زاوية في البيت، ولو لاحظتوا أي حاجة غريبة بلّغوني فورًا." وبيقول: "طب خلّي الحرامي ده كده يقرّب من البيت، وأنا هاعمل في عذابه صنعة، وهاعلّقه على باب المدينة، عشان يبقى عبرة لأي حد يفكّر ييجي على ريان." وبعدها بنشوف ريان وهو قاعد مع الحراس بتوعه قدّام البيت بالليل، وبيقول لهم: "أنا عايزكم تستعدوا، عشان أنا عايز أشوف الحرامي الأسطورة ده هيقدر يقرّب إزاي من بيتي، ومش عايز أي دبانة واحدة تدخل البيت." ولكن فجأة يورا بيظهر وراه وبيخبّط على كتفه وبيقول له: "أستاذ ريان مساءك لذيذ." وبيتصدم منه جدًا هو وكل الحراس اللي معاه، إزاي ده ظهر هنا مرّة واحدة يعني؟ وريان بيكون متفاجئ جدًا وبينده على الحراس بتوعه بيقول لهم امسكوه بسرعة، وواحد من الحراس راح مطلّع سكينة من جنبه وحدفها عليه، ولكن السكينة بتعدّي من وسط جسمه وبتطلع من الناحية التانية أكنه هوا بالضبط ولا بيتأثّر بيها خالص، وبيقول له على فكرة حركات العيال دي وفّرها لنفسك، الكلام ده مش هينفع معايا. ويورا بيغطس في الأرض وبيختفي فجأة، وهنا ريان وكل الحراس بتوعه مش بيكونوا عارفين إيه اللي بيحصل بالضبط. كلّهم بيكونوا مندهشين، لحد ما رئيس الحرس قال لهم: "على فكرة دي خدعة بصرية، أنا عايزكم تهجموا عليه." بس الحراس بصّوا له كده وقالوا له: "نهجم على مين يا اسطى، هو في حد هنا أصلًا؟" وفجأة بيظهر يورا من ورا ريان برضه، وبيضربه في ضهره وبيوقّعه على الأرض، ومسك ريان ضربه كده كام قلم، قال له: "ده عشان خاطر عيلة جيرانك وعشان خاطر المزارع اللي أنت ظلمته، ودي واحدة تانية عشان أنا مش طايق أشوف وشّك أصلًا." وقال له: "خُد بالك لو رجعت للشر تاني أنا هاجي لك بنفسي، وساعتها العقاب هيكون أشد من كده بكتير." فساعتها ريان قال له: "أنا آسف، سامحني، أنا مش هاعمل كده أبدًا، ومش هاظلم أي حد تاني." وبيشاور لواحد من الحراس كده باين عليه إن هو مطرشم بيقول له: "أنت يا ابني خلّيهم كلّهم يفقدوا الوعي." وفعلًا الحارس ده ضربهم كلّهم على دماغهم خلّاها يغمى عليهم. وبعد كده يورا بيدخل الخزنة وبياخد البرج بيقول: "ده فعلًا كنز حقيقي، بس دلوقتي بقي ملكي أنا." فبياخد البرج وبيختفي. وبعد كده بنشوف يورا واقف في السوق وبيسمع الناس وهُم بيتكلموا وبيقولوا لبعض: "شُفت اللي حصل لريان امبارح؟ ده فعلًا الحرامي طلع عليه وهراه ضرب لحد ما وشه ورم هو والحراس بتوعه." وبيلاحظ إن الناس شمتانين فيه وبيقولوا أحسن طالما ده راجل ظالم يبقى يستاهل، ويا رب يعمل كده مع كل الظلمة اللي في المكان. وبعدها يورا بيفكر وبيقول: "أنا مش هينفع أخلّي البرج ده معايا أكتر من كده، ريان نفوذه واسع وأكيد ممكن يلاقيني في أي وقت، فلازم أبيعه. طب أنا هابيعه إزاي؟ أكيد كل التجار عارفين إن البرج ده بتاع ريان، فما فيش أي حد هيرضى يشتري مني." وفجأة بيفتكر اللورد فارس اللي هو صاحب بيت الكنوز، وبيقول أكيد اللورد فارس نفوذه أعلى بكتير أوي من ريان، ولو بعته له هيقدر يشتريه بسعر عالي وفي نفس الوقت مش هيخاف من ريان. وبعد كده بنشوف يورا وهو رايح للورد فارس بيته،
وبيسلم عليه وبيقعدوا مع بعض، وبعد كده بيعرض عليه البرج. فاللورد فارس بيكون مبهور بيه جدا وعمال يركز في تفاصيله وفي النحت بتاع البرج. قال له على فكرة ده برج اللؤلؤة بتاع ريان اللي كان لسه مسروق منه امبارح، ممكن اعرف ازاي وقع في ايدك؟ ولكن يورا بيرفض ان هو يرد عليه وبيقول له مش مهم انا جبته ازاي، المهم ان البرج ده دلوقتي معاك، هل هتقدر تشتريه؟ فاللورد فارس قال له طبعا انا اقدر اشتريه وهديك عرض ليه دلوقتي، واداله ورق فضه يساوي 200,000. وفعلا يورا بيوافق وبيكون مبسوط قوي بالفلوس. ولكن اللورد فارس قال له انا عندي مشكله ومحتاج مساعدتك فيها جدا طالما انت شاطر قوي كده، ولو من ناحيه الفلوس ما تقلقش انا هديك كل اللي انت عايزه. قال له بصراحه كده انا اتسممت، وعشان اقدر اعيش من تاني مفيش غير عقار واحد بس، والعقار ده اختفى من الاسواق تماما ومش موجود غير في مقبره اثريه قديمه قوي، فانا عايزك تنزل المقبره دي وتجيب لي الدواء بتاعي وهديك 500,000 قطعة من الفضة. ولكن يورا بعد ما كان منبهر بالرقم قعد يفكر كده شوية وحاول يستغله أكتر. قال له بس كل الفكرة السرقة شرف وأنا ما أقدرش أفتح مقبرة. قال له هديك 1,000,000 قطعة فضة. قال له لا والله ما أقدرش. قال له طب أنا هديك 1,000,000 قطعة من الذهب. وهنا يورا بيتصدم جدا من الرقم وبيوافق على طول ما بيفكرش. أنا دلوقتي هديك عربون 100,000 قطعة من الذهب وأشوفك بعد 3 أيام وأنت معاك العقار. وفعلا يورا بيوافق وبياخد قطع الذهب. وبنشوف اللورد فارس واقف مع يورا قدام المقبرة ومعاه 2 من رجالته وبيعرفوا عليهم. بيقول له واحد اسمه فهد عشان بيجري بسرعة، والتاني اسمه طارق عشان يتمتع بقوة جبارة، والاتنين دول يا سيدي يبقوا تحت أمرك في المهمة دي لحد ما تخلص كل شغلك. وبيسلموا عليه وبيقولوا له احنا من دلوقتي تحت أمرك في كل اللي انت عايزه في المهمة دي. قال لهم تمام ماشي بس أنا هنزل المقبرة دي لوحدي. ولكن فارس قال له المكان اللي انت داخله مش سهل، ازاي عايز تنزل لوحدك؟ خليهم يساعدوك. قال له لا انا عايزهم بس يساعدوني من بره وانا هنزل تحت لوحدي. وفارس يا سيدي لما شافه مصر قال له ماشي اعمل اللي انت عايزه. واول ما بينزل المقبره يا سيدي بيشوف هياكل عظميه قدامه وبيكون ريحه المقبره وحشه قوي، فبيتخض منها جدا وبيقول يعني انتوا موجودين هنا عشان تسلموا على داخل ولا ايه؟ دمه خفيف قوي بصراحه. واول ما بيدخل المقبره بيشوف قدامه لؤلؤه كبيره قوي. انا اللورد فارس كان بيقول لي ان اي حاجه تاني انت تلاقيها جوه المقبره هي ملكك ما عدا الدواء اللي انا قلت لك عليه. وفعلا بيقرب ناحيه اللؤلؤه دي عشان ياخدها بس بيدوس على بلاطه كده غريبه في الارض لنفس الفخ الصايع بتاع المره اللي فاتت، وبيطلع من الحيطه اسهم كتير قوي ناحيته بس هو عشان خفيف السرعه وكده فبيتجاهلهم كلهم. وبيقرب من اللؤلؤه وفعلا بياخدها بس بيشوف ان في كلام مكتوب على التابوت اللي كان موجود عليه اللؤلؤه وبيقول له ما تفتحش التابوت ده. ولكن هو بيعاند وبيضرب التابوت بايده وبيفتحه وبيلاقي التابوت فاضي ما فيهوش اي حاجه، ولسه بيحاول يقرب من التابوت ولكن بيلاقي بلاطه تاني معمول عليها فخ برضه، فاول ما بيدوس عليها بيسقط تحت بسرعه. واول ما بيقع تحت كده بيلاقي نفسه في المقبره برضه بس مش عارف هو فين، بيلاقي نفسه في دور كده غريب، فبيكون قدامه ممر فيه 3 طرق ومش بيكون عارف هو هيمشي في انهي طريق فيهم بالظبط. ولكن بيطلع عمله كده وبيحاول يصلي عشان يعرف هو يمشي في انهي طريق من الثلاثه، وبيرمي العمله على الارض والعمله بتقول له امشي في الطريق اللي في النص. فبيسمع كلام الراجل مطيع وبيمشي. وهو ماشي في الطريق بيلاقي 3 كده طلعوا عليه مسمين نفسهم فرقه الظلال الثلاثيه، حاجه غريبه قوي كده. قال له هو اصلا المقبره دي كانت بتاعتكم او كانت بتاعت عيلتكم؟ دي مقبره اثريه يا سيدي واي حد بيعدي بيخش. كلام فاضي. قال له طيب المكان ده احنا استولينا عليه الاول، فسلم كل اللي معاك من كنوز واي حاجه لقيتها هنا في المقبره وترجعنا عشان نقدر نخليك تطلع بره. ما يعرفوش اللي فيها طبعا. فقال لهم انا لو رفضت، قال له يبقى انت كده هتموت. وطلع يجري عليه بسرعه عشان يضربه ولكن بضربتين 3 منه خلاه يرقد على الارض. بعد كده راح مشاور للتاني اللي في النص اللي هو اخوه الكبير الضخم ده وقال له يلا عشان دورك جه. واول ما بيهجم عليه بالسيف الكبير بتاعه ده يورا بيمسك منه السيف وبيضربه سيف يد كده فالسيف كله بيتقطم. فالواد استغرب جدا قال له يا عم السيف ده من الفولاذ انت ازاي ضربته بايد واحده كده وكسرته؟ والبنت تقوم التالتة دي بترمي عليه زي شعاع كده ولا حاجه غريبه، فهو يورا بينفخ فيه وبيترد لاخوها الكبير تاني، فبيقعد يمسك وشه بيتحرق حرفيا. مش فاهم انا ايه الشعاع اللي بيحرق ده. ولكن يورا هوب بيختفي مره واحده وبيظهر وراها، وبنشوف البنت دي بتعتذر له وبتترجاه ان هو يعفو عنها وبتقول له اخواتي الاثنين دول هم اللي اجبروني ان انا اعمل كده، انا ما كنتش عايز اسرق اصلا. والبنت بتقعد على رجلها وبتترجاه ان هو يسامحها وما يموتهاش، وقال لها طب انا هستفاد منك ايه لو ما موتكيش انت كمان؟ قالت له انا عارفه سر المقبره دي، لو ما موتنيش هقول لك على كل حاجه. فبتقول له دي مقبره بتاعت ملكه من العصور الوسطى القديمه وكانت عامله عليها سحر كبير عشان ما حدش يقدر يقرب منها او يسرق منها اي حاجه. انت بتحاول تنصب عليا؟ قالت لا والله، هو ازاي ما بكلمك كده؟ طب ايه الدليل اللي عندك؟ قالت له كل اللي دخل هنا مات ما عدا احنا 3 عشان احنا جبنا خفنا ان احنا ندخل فاحنا واقفين بره كده، اي حد بيكون معدي او داخل يسرق مقبره بنثبته وبنطلعه، لكن احنا ندخل جوه لا محدش بيدخل. على فكره انا بكلمك بجد وانت لازم تصدقني عشان جوه كمان هتلاقي فيه كنوز كتير قوي، ده غير ان في دواء بيتقال ان هو يقدر يصحي الموتى، استغفر الله العظيم طبعا. فيورا بيقول لها تمام كده وبيشاور عليها كده بطريقه غريبه، فالبنت بتقع من طولها وبيروح لاخوها بياخد منه الخنجر وبيقول انا كده خلصت منكم، لما نشوف بقى
إيه اللي مستنيني تاني جوّه، وبيستخدم مهارته عشان يقدر يدخل غرفة الدفن اللي المفروض فيها الدوا اللي هو عايزه، وأول ما بيوصل بيلاقي إن هو داخل عادي خالص، ما فيش حتى ولا فخ واحد في الأوضة، فبيستغرب جدًا وبيقول يعني هي كل الأفخاخ وكل المقالب اللي كانت معمولة دي كانت معمولة برّه بس، طب ما دي حجرة الدفن الرئيسية، إزاي ما فيهاش أي حاجة كده؟ وبيقرب من ترابيزة بيكون عليها صناديق كتير أوي كده، فبيحاول يشوف إيه اللي في الصناديق دي، وأكيد إن الدوا اللي عايزه اللورد فارس موجود في واحدة من الصناديق دول، وبيدوّر عليه، وأول ما بيفتح أول صندوق بيلاقي حاجة غريبة كده زي الخوخة، ومش بيبقى عارف هي إيه، بيشم ريحتها كمان بيلاقي إن ريحتها طازة جدًا، ولكنها مركونة من سنين طويلة أوي، وبيكون مكتوب إن دي الثمرة بتاعة الاتزان، فبينبهر بيها جدًا وبيقول طب أنا لو كلتها مش ممكن تكون سامة بعد كل السنين دي؟ ولكن الشجاع بيمتلك الدنيا كلها، وفعلًا بيقرر ياكلها، وأول ما بياكلها بيلاقي إن بطنه وجعته جدًا ومش بيكون قادر يمسك نفسه فبيقع على الأرض وبيغمى عليه، وأول ما بيقع على الأرض بنشوف إن في نور أصفر كده غريب أو شعاع لونه أصفر ماشي في جسمه كله، وما حدش بيكون فاهم إيه هو ده، بس لما بيفوق مش بيكون حاسس بأي حاجة خالص، ولكن بيكون شامم ريحة وحشة أوي، وبيقول أكيد كل اللي حصل لي ده بسبب الثمرة بتاعة الاتزان الغريبة دي، يا ريتني ما كلتها، وبيقول بقى خلاص مش وقت لعب يا عيال أنا لازم أقعد أدوّر بجد على الدوا اللي عايزه اللورد فارس، وبيفتح الصناديق واحدة واحدة كده وأي حاجة بيلاقيها قدامه بيشيلها، لحد ما فعلًا لقى الدوا اللي هو كان عايزه للورد فارس، وهو حاجة كده غريبة زي الكرة السودا كده، ولكن هو ده إكسير الحياة على كلامهم، وآخر صندوق بيكون فيه خاتم اسمه خاتم الحفظ، وبيقول هو ده، فبيلبس الخاتم وبيحاول يعمل حركة كده غريبة بإيده فبيجمّع كل حاجة المفروض إنها جوه الخاتم ده، وبعد كده بيروح على التابوت بتاع الملكة وبيحاول يشوف إيه اللي ممكن ياخده من التابوت ده، بس بيلاقي سيف مغروس في قلب التابوت، فبيسأل فبيقول غريبة إيه اللي حط السيف ده هنا؟ ولكن مش بيلاقي إجابة فبيقرر يسحب السيف لبعيد، وأول ما بيسحب السيف التابوت بيتفتح بسرعة وبيخرج منه وحش أسطوري، ويورا بيكون مرعوب جدًا ومش قادر يصدق نفسه، بيقول إيه المصيبة اللي أنا عملتها دي؟ فبيسلم الأمر الواقع بيقول أنا شكلي كده النهارده ده آخر يوم ليّا، ولكن ما بيستسلمش وبيحاول إن هو يقاوم شوية مع الوحش ده، فبيستخدم مهاراته ولكن المهارة بتاعة إن هو يلف من وراه ويضربه والكلام ده كله كانت بتنفع مع البني آدمين مش نافعة مع الراجل ده، ولكن بيقرر إن هو يفعل القوة السحرية بتاعته بقى، فبيمشي إيده كده على السيف بتاعه بيحاول يضرب بيها الوحش، ولكن برضه الوحش مش بيموت، فبيقرب منه بسرعة بالقوة السحرية بتاعته وبيدّي له بالرجل كده، فالوحش بسرعة فقد الوعي ودخل جوه التابوت، لكنه بيلعب بيلين غالبًا، راح قافل عليه التابوت بسرعة ونغزه بالسيف تاني عشان يختمه وما يطلعش، يا لهوي على الخيال يا جدعان! فبيقع على الأرض وبياخد نفسه وبيقول أنا كنت هاموت النهارده وأنا في المقبرة دي، أنا لازم أطلع منها بسرعة، وفعلًا بيخرج لهم برّه، وأول ما بيخرج بيلاقي فهد ده مستنيه برّه، ولكن فهد أول ما بيشوفه بيقول له أنت مال ريحتك كده ما يعلم بها إلا ربنا، أنت دوست على حاجة وسخة جوه والّا إيه؟ قال له ما فيش أي حاجة، المهم بس كانت صعبة شوية، فبيسأله ويقول له أنت لقيت الدوا؟ قال له آه، قال له طب تمام يالّا عشان نلحق اللورد فارس، وفعلًا بياخدوا بعض ويمشوا، وبعدها بنشوفه مع اللورد فارس في البيت، وهو بيدّي له الدوا اللي هو كان عايزه اللي هي الحباية السودا اللي لقاها جوه المقبرة دي، واللورد فارس بيكون فرحان بيها جدًا وبيشكره، فبيقول له يا باشا لا شكر على واجب، أنا عملت المهمة دي عشان خاطر آخد فلوسي بس مش أكتر، فاللورد فارس قال له آه صحيح أنا كنت هانسى، وبيقول لفهد إن هو يفتح البوكس اللي كان قدامهم ده، وبيلاقي فيه فعلًا ال1.000.000 قطعة من الدهب اللي هو كان قايل له عليهم، ومش بس كده ده كمان بيدّي له ختم العائلة بتاعته، أنت بالختم ده أو الشعار ده أنت تقدر تتحكم في أي حاجة خاصة بعائلة فهد، يعني لو أنت محتاج أي حاجة وشُفت واحد من عيلة فهد تقدر تورّي له الشعار ده، وهو أول ما يشوف الشعار ده أكنه شايفني أنا بالضبط وهيعمل لك كل اللي أنت عايزه، فيورا بيشكره جدًا وبياخد الدهب بتاعه وبيخرج برّه، وبيكون فرحان جدًا وبيقول النهارده كان أخطر يوم في حياتي، بس قصاد كده أنا طلعت بحاجة كبيرة أوي، سواء فلوس كتير أو حتى مهارة سحرية أنا أقدر أعمل بيها كل اللي أنا عايزه، وبيكون فرحان جدًا. وتاني يوم بنشوف يورا قاعد مع اللورد فارس في بيته وكان عازمه على الغدا، وبيشكره مرة كمان على اللي عمله معاه، لا شكر على واجب، إحنا بس تبادلنا المصالح وأنا عملت اللي كان مطلوب مني مش أكتر. على فكرة كده العزومة دي كانت بس مقدمة لأن أنا عايز أعرفك على شخص مهم، وفعلًا في شخص بيدخل له على طول ويورا بيبص له فبيتعرف عليه، تقريبًا كده أنت اللي كنت بتبص عليَّ في البيت اللي أنا كنت فيه امبارح، فاللورد فارس بيتصدم جدًا وبيقول له معقولة أنت كنت هناك؟ قال له لا والله ما حصلش حاجة، قال له اعترف أنت كنت هناك؟ وهنا يورا فهم إن هم بيعملوا عليه تمثيلية، فقال له طب اهدى بس كده هو إيه اللي بيحصل بالضبط؟ فاللورد فارس قال له أنت قصدك إيه يعني؟ قال له أنا عارف إن العزومة دي وراها حاجة تاني، فقال له بما إنك كشفتنا خليني أقول لك كل حاجة بصراحة، اللي قدامك ده هو ملك إمبراطورية السهول اللي جنبنا، وهو كان عايزك في حاجة خاصة بالإمبراطورية بتاعته، وكان عايز يكلمك فيها بشكل شخصي، وعشان كده أنا عزمتك هنا على الغدا، تمام أهلًا وسهلًا، وبيعتذر له إن هو شك فيه إن هو اللي كان بيتجسس عليه امبارح، وبيقول له اتفضل أنت محتاج إيه؟ فقال له باختصار كده في إمبراطورية تانية اسمها القازم، أيام ما كانت الدولة بتاعتي مش أحسن حاجة الإمبراطورية دول طغوا علينا وسرقوا مننا حاجات كتير أوي وكنوز كتيرة أوي، فأنا عايزك تساعدني إن إحنا نرجعها، قال له طب إيه الدليل؟ قال له الدليل إن بعد كام يوم إمبراطورية القازم دي هيعملوا مزاد كبير أوي على كنوز عندهم، وأغلب الكنوز اللي معروضة في المزاد دي هي خاصة بينا إحنا، وبيترجوا إن هو يساعده إن هم يرجعوا الكنوز بتاعتهم
الإمبراطورية التانية سرقتها منهم، فبيقول له: "أنا مقدّر كرمك ومقدّر أسلوبك الكويس وخوفك على بلدك، بس معلش أنا مش هاقدر أساعدك في حاجة زي دي خالص، لإني ببساطة أنا راجل بسيط ما أقدرش على كل الكلام اللي أنت عايزه ده." فالإمبراطور قال له: "بس أنت اللورد فارس كان بيشكّر فيك جدًا وأكيد ما فيش غيرك هيقدر يساعدني في الموضوع ده." وهنا يورا قعد يفكّر شوية وبعدين قال له: "أنا موافق، طالما الموضوع كنز مسروق منك أنا بإذن الله هاقدر أجيبه لك." وهنا الإمبراطور بيشكره جدًا إن هو وافق على الطلب اللي كان عايزه منه، أي عدد من الرجالة أنت محتاجها بأي إمكانيات أنت عايزها أنا هاقدر أوفّرها لك، وكلّهم هيبقوا تحت إيدك، وكمان باوعدك بدعم كامل ليك خلال الفترة اللي أنت هتسافر فيها، ده غير كمان مكافأة سخية جدًا مني ليك. وبعدها بيقعدوا ولورد فارس بيشكره جدًا إن هو وافق على العرض اللي كان عايزه الإمبراطور، ووعد مني ليك أنا هاخلّي لك الإمبراطورية دي تنام من المغرب ولا تشيل هَم، بس في حاجة الإمبراطور وضعه حساس جدًا فمش هيقدر يسافر معاك في الرحلة دي، فأنت لو محتاج حد يساعدك مع الرجالة اللي هتبقى معاك أنا أقدر أسافر معاك. ولكن هنا يورا بيبُص له وبيضحك وبيقول له: "يا عم صل على النبي بس هتسافر فين؟ ده أنت راجل كبير معدّي ال70 سنة، ومش عايز لمّا نسافر أبقى أنا اللي باساعدك مش أنت اللي بتساعدني، كل اللي أنا محتاجه هو واحد من الحراس اللي عندك واسمه سليم، وهاروح أنا وهو متنكرين في زي إن إحنا تجار، ساعتها أنا هاعرف أتصرّف أنا وهو هناك لوحدنا، مش محتاج معايا أي حد تاني أكتر من كده." وهنا الإمبراطور بيوافق جدًا وبيقول له: "أنا معاك في كل اللي أنت عايزه." وبعدين بنشوف يورا وسليم وهُم داخلين المزاد والحارس بيوقفهم وبيقول لهم: "فين بطاقة الدعوة بتاعتكم؟" فيورا بيورّيها له وبيقول له: "اتفضل." وواحد من الحراس بيتكلموا مع بعض بيقول له: "أنت عدّيتهم إزاي بسهولة أوي كده؟" قال له: "هو معاه بطاقة دعوة وشكله معاه فلوس كتير أوي." فقال له: "على فكرة ده غلبان ولو عرف إن الكنوز دي مسروقة أصلًا من إمبراطورية السهول مش هيدفع فيها كل الفلوس اللي معروضة دي." وبيسيبه ويمشي، ولكن فجأة يورا بيظهر وراه وبيطلّع السكينة بتاعته وبيضربه في رقبته، ده جزاة أي واحد هيسرق حاجة تاني مش بتاعته. وبيبص له كده باستهزاء وبيقول له: "اتطمن، أصحابك هيحصلوك بعدين، مش هتبقى لوحدك يعني." وبعدها يورا وسليم بيدخلوا المزاد وبيكون في ناس واقفين جاهزين إن هم يشتروا الكنوز اللي معروضة، ولكن الكنوز دي بتكون متدارية وما فيش أي حاجة فيهم باينة. وبعد كده بتدخل بنت جميلة كده بتقدم المزاد ليهم وتعرفهم بنفسها وإن اسمها مايا من إمبراطورية قازم، وبتعرفهم على الكنوز اللي هتتعرض في المزاد، وبتبدأ تكشف عن أول كنز وهو بيكون فازة أثرية، وأول ما الناس بيشوفوها بيتصدموا جدًا، ومنهم واحد بيقول: "على فكرة الكنز ده واضح إن هو مسروق، الفازة دي أنا عارفها دي تبع إمبراطورية السهول وعمرها بيعدّي ال1000 سنة." ولكن مايا بتبُص للفاز وبتبُص له كده ومش بتكون مهتمة بكلامه خالص، فالراجل بيقول لها: "على فكرة ده كنز وطني مسجّل عند الإمبراطورية التانية وواضح جدًا إن هو مسروق." ويورا بيكون واقف وبيتفرّج على كل ده، فواحد تاني اتكلم وبيقول لها: "على فكرة هو عنده حق، ده فعلًا الكنز ده تبع إمبراطورية السهول، إزاي تقدروا تبيعوه علنًا كده؟ دي سرقة." فمايا بتقول لهم: "اهدوا، أنتم تجار من دولة السهول بس فين اللي يثبت إن الكنز ده تبعكم؟ ما عندكوش أي إثبات أو أي دليل على كده، التحفة الفنية دي معروضة عندنا في بلدنا فإذًا هي تبعنا، إنما أنتم ما عندكوش أي دليل إن هي دي تخصكم." فالتاجر بيتعصب جدًا وبيقول لها: "أنتم حرامية، أنتم عايزين تبيعوا لنا الحاجة بتاعتنا؟" ولكن مايا بتضحك وبتقول له: "خلّي بالك طول ما أنت ما عندكش دليل أنت مش هتقدر تثبت إن الحاجة دي بتاعتك، باين كده ما فيش حد فيكم مقدّر قيمة الكنز ده." وبتقرّب على الفازة وبتمسكها ترميها قدّامهم وهي بتضحك ضحكة شريرة، وبعدها بتقول لهم: "تعالوا نكمّل على الكنز اللي بعده." وهنا سليم بيتعصب جدًا، فيورا بيقول له: "اهدى بس، ما فيش داعي تتعصب على حاجة مزيفة." وهنا سليم بيتصدم بيقول له: "مزيفة؟ مزيفة إزاي؟" قال له: "مش دي بس، ده كل الحاجات اللي معروضة هنا مزيفة." وهنا بنشوف إن مايا والحارس بتاعها كانوا بيجهّزوا للمزاد، قال: "كل حاجة جاهزة؟" قال لها: "آه يا باشا كل حاجة جاهزة، كلّهم اتعمل منهم نسخ طبق الأصل، والحاجات الأصلية إحنا خافينها في الخزنة اللي أنتِ قُلتِ عليها." كده تمام، فيورا كده أكيد كان عنده حق، وهنا بنعرف إن مايا كانت ناوية تنصب أصلًا على التجار دي وعايزة تاخد فلوسهم والدهب بتاعهم وفي الآخر تدّيهم كنوز مزيفة. وبعد كده بنرجع للمزاد ومايا بتعرض اللوحة التانية قدّامهم، وهي بتكون لوحة أثرية تبع دولة السهول، وأول ما التجار بيشوفوها بينصدموا جدًا، فبتمسك اللوحة قدّامهم وبتقول: "باين برضه ما فيش أي حد منكم مقدّر قيمة اللوحة دي." ولسه هتقطعها بس التاجر بيقول لها: "استني." فبيبص لها بيقول لها: "أنا مستعد لدفع 20,000 قطعة من الدهب مقابل اللوحة دي، بس بلاش تبوظيها." فمايا بتقول له: "مبروك عليك، اشربها يا حلو." وبعد كده راحت للكنز اللي بعده وبتعرضه قدّامهم وبتكون برضه لوحة تانية بس مصنوعة من الدهب، وبتقول: "مين اللي يقدر يشتريها؟" فالتاجر التاني بيقول لها: "أنا أقدر أشتريها ب10,000 قطعة من الدهب." وسليم برضه بيتعصب جدًا بس هو التاني ما بيكونش عارف اللي فيها، فيورا بيهمس له كده وبيقول له: "اصبر بس، إحنا هنعرف نتصرّف، بس أنت أهم حاجة نفّذ الخطة." وسليم بيسيب يورا ويمشي، وفجأة يورا بيختفي وبيظهر في الخزنة السرية اللي كانوا بيقولوا عليها، وبيشوف قدّامه كل الكنوز الحقيقية، وبيشاور على الكنوز دي كده كلّها بالخاتم السحري اللي معاه، وكلّهم بيتجمّعوا وبيدخلوا جوّه الخاتم بتاعه، فبينفّض إيده كده بيقول: "تمام، إحنا كده خلّصنا." ولكن فجأة بيكون في سكينة طايرة بسرعة جدًا من وراه، ولكن يورا بيتفاداها، بيبُص ورا كده يلاقي واحد نينجا واقف له، وبيقول له: "أنت بتعمل إيه هنا؟" فيورا بيقول له: "اهدى بس كده ما تتغرّش في نَفْسك." وبيطلّع السكينة اللي معاه وبيقول له: "أنت بكل القوة اللي عندك دي ما تقدرش تعمل معايا حاجة، فأنت امشي أحسن." وهنا النينجا بيمد إيده على سيفه وبيسحب السيف بتاعه بسرعة وبيضرب بيه يورا، ولكن يورا بيصُد الضربة بتاعة النينجا وهوب بيكسر له السيف بتاعه، وبيضربه
بيضربه كده برجله وبيقول له أنا قلت لك امشي من قدامي أحسن، ولكن النينجا بيعمل حركة كده سحرية بإيده فبيطلع أشعة غريبة أوي من إيده، ويورا بيعمل نفس الحركة والاتنين شكلهم بعد كده يتحاربوا بالسحر بتاعهم، ولكن يورا بيكون أقوى منه بكتير فبيضرب النينجا ضربة وبيقع برضه تاني على الأرض، والنينجا بيقول له مستحيل أنت بتقدر تعمل كل ده إزاي؟ ولكن قبل يورا ما يتكلم نص كلمة النينجا بيقع ويموت. ما أنا قلت لك امشي أحسن، ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ مين يا ابني اللي علمك السحر البايظ ده؟ وبعدها بيختفي من الأوضة على طول في ساعتها. وبس كده يا حبايبي، ده كان الجزء الأول من المسلسل بتاعنا النهارده، استنوا الجزء التاني الأيام الجاية عشان نعرف باقي القصة حصل فيها إيه. ما تنسوش لايك واشتراك للقناة وأشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.